الأغلب كان فاكر إني مشيت، وإن كان عندي قافلة طبية في أسوان، وإني سبت القاهرة ورحتها. أنا قلت كده لآسر علشان كان لازم أمشي. أنا مشيت فعلا، بس مش لأسوان زي ما قلت. مشيت وكان معايا الكتاب اللي مكتوب عليه الجزء الأول، وفي أول صفحاته إهداء من والد آسر لعم أيوب. آسر صاحبي من فترة كبيرة، اتعرفت عليه لما كنت محتاج حد يعمل ميزانية العيادة بتاعتي. أنا كدكتور نفسي معرفش في حياتي محاسب قانوني علشان يعمل الأمور الحسابية دي، علشان كده طلبت من صديق ليا يرشح لي محاسب يساعدني في الحسابات، وصديقي رشح لي آسر، ومن ساعتها وإحنا الاتنين أصحاب. لكن من بعد ما آسر جالي العيادة وكان بيشتكي من بعض الهلاوس، أو اللي كنت فاكرها هلاوس، وهو بالنسبة لي مش مجرد صاحب، آسر أصبح حالة لابد من دراستها بشكل أعمق وبوقت أطول. علشان كده طلبت منه لما جالي إنه ياخد أجازة علشان نقدر نتقابل أكتر، وأفهم منه الموضوع وحلل المواقف اللي حصلت، واطلع بنتائج تخليني أفهم واستوعب أمور كتير. آسر كان فاكر إنه الوحيد اللي بيحصل له اضطرابات، وبيشوف حاجات ما ينفعش تتشاف ولا تتحس، لكن الحقيقة أكبر من كده. كل حالة كانت بتجيلي العيادة على أمل العلاج من الحاجات اللي بتشوفها كانت بمثابة خيط رفيع، ولازم أجمع الخيوط مع بعضها علشان أطلع بنتيجة. آسر أصبح حالة لابد من دراستها بشكل أعمق، الحقيقة تطلع بنتيجة أكبر، ولازم تتجمع الخيوط مع بعضها علشان تطلع بنتيجة. زمان كان نفسي أطلع دكتور مخ وأعصاب، ده من كتر الحاجات اللي قريتها عن كيفية الإدراك وعمل الخلايا المخية وتكوين الصور، وحاجات تانية ليها علاقة بالعقل الواعي والغير الواعي. وكان شغفي كل يوم بيزيد إني أطلع دكتور، علشان كده كنت بقرأ واتثقف كل يوم أكتر من اليوم اللي قبله، وكنت بقول لنفسي أنا كده كده لازم أدخل القسم ده، قسم مخ وأعصاب. لكن ما توفقتش، الدرجات بتاعتي كانت قليلة، وأنا مغترب وبعيد عن أهلي اللي في سوهاج. كان ممكن أدخل كلية الطب نفس القسم لكن على حسابي، بس منين؟ أنا محتاج كل مليم. فقررت أدخل قسم له علاقة بالطب برضه علشان أكون طبيب نفسي. صحيح ما بقيتش دكتور مخ وأعصاب، لكن مبطلتش قراية وثقافة لنفس القسم ده، طبعا بجانب دراستي للطب النفسي. بيمر عليا بدل الحالة حالات، وياما كتبت علاجات، بغض النظر ان ثقافة المروح لدكتور نفسي في اغلب البلاد بترتبط بالجنون. لكن الحمد لله اغلب اللي بيجيلي مثقفين وواعيين كفاية بعمل الطب النفسي. وهنا المعضلة، لان اغلب اللي بيجيلي عندهم خيالات وهلاوس سمعية او بصرية بيكون ليها اسباب، والاسباب دي بتكون شخصية. اما المريض شاف او سمع او اتأثر بحاجة خلته يجيله الهلاوس دي، او قرأ حاجة او سمع حاجة وبيبتدي يتخيل. لكن في حالة آسر الموضوع مختلف. آسر لا قرأ ولا سمع ولا شاف إلا بعد ما شاف الخيالات. طيب عقله كونها منين؟ أنا نفسي ما كنتش متخيل اللي بيقوله غير بعد ما شفت بنفسي كاميرات العيادة لما كان آسر في زيارة عندي. إزاي الموضوع عند بعض الناس مش خيالات، وإزاي ممكن يكون حقيقة وواقع، وإزاي ما يكونش الشخص هو السبب في الخيالات دي. ممكن يكون أبو آسر أو عم أيوب جاره، لسه هنعرف.
الموضوع ده خلاني أفكر بالأيام وأحلل أكتر وأدور واكتشف أمور ليها علاقة بالعلم ساعات، وحاجات تانية ملهاش علاقة بالواقع خالص. لكن الأكيد هو قراري إن أعرف أكتر عن الأمور الغيبية دي واربطها أكتر بالعلم اللي درسته. آسر كان هو الحالة اللي زغزغت دماغي بالأفكار، ولازم أحسن استخدامها كويس علشان أطلع بأفضل نتائج. ما كانش هممني أطلع بالسبق العلمي في الأمور دي، ولا هممني تحقيق مكاسب مهولة. كل اللي كان هممني إني أفهم أكتر علشان الصورة توضح أكتر، خصوصا إن حياتي زمان كان فيها جزء كبير عايشه مضطرب. في حاجات غير قابلة للشرح ولا تخضع للعلوم. في حاجات غير قابلة للشرح ولا تخضع للعلوم. أكيد مقصودة مش مجرد صدفة. يبقى مين اللي ساب الورقة ومشي من عند صاحب الدكتور؟ ملامح الراجل مش واضحة لأنه كان لابس كاب على راسه. ده كأنه كان قاعد معانا وبيسمع اللي بيتقال وقتها. لقيت مكتوب بخط واضح: في حاجات غير قابلة للشرح ولا تخضع للعلوم. مستحيل كل ده يحصل بدون أسباب. أكيد مقصودة مش مجرد صدفة. ما تنساش تشوف الراجل اللي ساب لك الورقة في الكاميرات. حاجة سودة بتتحرك بين الأوض، وفي نفس الوقت اللي كان موجود فيه آسر. الحاجات دي موجودة حوالينا وبتحس بينا، والمفروض نحس بيها. هو صاحبي ليه ما عادش الكاميرات عشان يشوف ملامح الراجل ده ويعرف مين هو؟ ولما جت تدخل الأوضة اللي فيها آسر تراجعت. في حاجات كتير بتحصل حوالينا ملهاش تفسير علمي، وفي كائنات عايشة معانا بتحس بينا وعايزيننا نحس بيها. مستحيل كل ده يحصل بدون أسباب. تبدأ الحكاية بزيارة آسر ليا بعد فترة كبيرة من مقابلتنا الأخيرة. آسر هو المحاسب اللي ساعدني في عمل ميزانية العيادة بتاعتي السنين اللي فاتوا. رشحه ليا دكتور صاحبي، كان آسر بيخلص له حسابات عيادته برضه، ومن ساعتها وأنا وآسر أصحاب، لحد ما جالي تليفون من آسر بيطلب فيه مقابلتي في العيادة علشان يكلمني في موضوع مهم. واستقبلته في العيادة ودردشنا في كذا حاجة لحد ما آسر فتح لي قلبه عن حادثة الطيف. حسيت في الأول إنه متردد يحكي، لكن هو ارتاح في الدردشة معايا وحس إن أمين كفاية إنه يحكي لي. قال لي إنه شاف طيف لونه أسود على هيئة بخار أو حاجة عاملة زي الدخان، وإنه شافها أكتر من مرة. طولها طول إنسان لكن بتتحرك بخفة زي البشر على رجلين، مكسية سواد في سواد. وكمل آسر كلامه وحكى على موت عم إبراهيم جاره لما الطيف دخل بيت عم إبراهيم في اليوم اللي قبل موته على طول.
وقال لي كمان على التورتة اللي لقاها قدام بيته، واللي لحد دلوقتي ما نعرفش جت منين ولا جت ازاي. طبعا اي حد ممكن يسمع الدردشة دي ممكن يضحك على اللي قدامه ويقول بالبلدي اتغطى كويس قبل ما تنام، لكن شغلي كطبيب نفسي ما يخلينيش اخد المواضيع بالسطحية دي، ويخليني اهتم بالتفاصيل، علشان لو كان فعلا آسر محتاج علاج اقدر اساعده. كنت مستمع جيد لآسر وهو بيحكي، وبعدها استأذنت منه وخرجت الحمام العيادة وسبت آسر في أوضة الكشف لوحده. غسلت وشي وبصيت شوية في المراية وأنا حاسس بالإرهاق، مش عارف من التفاصيل اللي كان بيحكيها آسر ولا من الإرهاق. جالي ممرض العيادة وخبط على الباب وسألني لو محتاج مساعدة لأنه حس إني غبت شوية والعيانين بيسألوا على وقت ادخلهم. طمنت الممرض عليا وقلت له ما تقلقش، وخرجت من الحمام أسأله في كام حالة منتظرة، فعرفني إن في حالتين ومش هنقدر نستقبل حالات تانية علشان الوقت اتأخر نوعا ما. ما غبتش كتير، ولما رجعت لقيت آسر منتظرني وقال لي سؤال مباشر أول ما دخلت الأوضة. سألني إن كنت مؤمن بالعفاريت والكلام ده. ساعتها رديت عليه بيقين أي حاجة غير خاضعة للعلوم ملهاش أساس من الصحة، وإن الكلام ده خرافات بيضحكوا بيه على العيال الصغيرة، والمفروض إن إحنا كبرنا. طلبت منه ياخد أجازة علشان يرتاح، ولو أمكن يسافر يقضي يومين في أي مكان يستجم وهيكون أفضل. كتبت له كمان على شوية أدوية أغلبها فيتامينات. وصلته لحد باب العيادة ورجعت لأوضة الكشف من تاني. الكمبيوتر كان مفتوح، فرجعت للنوتس علشان أقرأ أهم الملاحظات اللي دونتها من فترة، وافتكرت ملاحظة مهمة كنت كاتب فيها عن حالة شبه حالة آسر كده. الفرق بينهم إن الحالة دي كانت بتتعامل مع المشعوذين. كانت واحدة فاكرة إن في حد عامل لها عمل بعدم الجواز، وبتتعامل مع المشعوذين على أمل إن يتفك عقدتها. جهل وتخلف، فبالتالي ممكن يكون اللي حصل ليها من التعامل معاهم. لكن حالة آسر مختلفة تماما، لأنه لا بيتعامل مع مشعوذين ولا يعرف حد منهم. وأنا بقلب في الملاحظات اللي كاتبها رجعت المذكرات القديمة وافتكرت حاجات قلبت عليا المواجع، فقفلت النوتس وقعدت شوية أرتب أفكاري قبل ما أخد الحالة اللي بعد آسر. هو ممكن آسر يجيله هلاوس من قراية كتاب أو إنه شاف فيلم في حتتين 3 رعب؟ وأنا بقلب في الملاحظات اللي كاتبها رجعت المذكرات القديمة وافتكرت حاجات قلبت عليا المواجع، فقفلت النوتس وقعدت شوية أرتب أفكاري قبل ما أخد الحالة اللي بعد آسر. هو ممكن آسر يجيله هلاوس من قراية كتاب أو إنه شاف فيلم في حتتين 3 رعب؟ الله أعلم. غمضت عيني واتنهدت ما بين اللي حكاهولي آسر
واللي قريته في مذكراتي القديمة، وفتحت عيني وطلبت من الممرض إنه يدخل الحالة اللي بعدها. بعدها بيوم رحت للعيادة في معادي، واستقبلني الممرض كالعادة. اعتذر لي إن في واحد امبارح ساب معاه ورقة ليا قبل ما يمشي من العيادة، وهو نسي إنه يديها لي. أخدت من الممرض الورقة وكانت مطربة نوعا ما. الورقة لونها أصفر زي ورق الكتب القديمة بتاع زمان، وسألته شكلها عامل كده ليه؟ مكتوب فيها إيه؟ عرفني إنه ما فتحهاش لأن شكلها غريب أصلا. كان شكله إيه؟ فسألته الراجل اللي ساب الورقة دي كان شكله إيه؟ وعامل إزاي؟ نعرفه ولا أول مرة يجيلنا؟ وفين أبليكيشن المريض والحالة؟ الممرض عرفني إنه هيجيبهولي وهيجيلي. أخدت منه الورقة وعرفت منه الحجوزات في العيادة يومها، ودخلت أوضتي أستعد لاستقبال الحالات. وفتحت الورقة علشان أقرأ اللي مكتوب فيها. يمكن تكون روشتة قديمة أو بيانات الحالة للتواصل معاها. لكن قريت اللي ما كانش في الحسبان ولا على الخاطر. لقيت مكتوب بخط واضح: في حاجات غير قابلة للشرح ولا تخضع للعلوم. سبت الورقة من إيدي فورا وناديت الممرض بسرعة يجيلي. سألته فين بيانات أو أبليكيشن الحالة اللي سابت الورقة دي. قال إنها أكيد وسط ورق الحالات، لكن هو دور عليها وما لقاهاش. فعرفته إنه لازم يلاقيها بأي طريقة. وبسرعة رجعت للكمبيوتر على المكتب وفتحته عشان أراجع الكاميرات وأعرف إيه اللي حصل في العيادة. وشفت اللي ما كنتش أتوقعه: حاجة سودة بتتحرك بين الأوض، وفي نفس الوقت اللي كان موجود فيه آسر. ولما جت تدخل الأوضة اللي فيها آسر تراجعت وبصت مباشر لكاميرا التسجيل في العيادة، وكأن الحاجة السودة دي عايزة توصل رسالة معينة للي هيشوف الفيديو. تملكت أعصابي على قد ما قدرت، وتأكدت من التوقيت في الفيديو إنه ده نفس الوقت اللي كان موجود فيه آسر. ورجعت الفيديو شوية عشان أعرف ملامح الراجل اللي كان موجود وساب الورقة للممرض. لكن للأسف ملامح الراجل مش واضحة، لأنه كان لابس كاب على راسه. أكيد مقصودة مش مجرد صدفة. ندهت تاني على الممرض أسأله على الابليكيشن وعن الراجل ده. عرفني إنه كان مستني مع حالة تانية، وإنه جه يستعجلني لما اتأخرت في حمام العيادة يوميها. وبعد ما خرجت من الحمام ورجعت لأوضة الكشف هو قام وكان شكله متضايق، واداله الورقة إياها ومشي على طول. فرجعت أسأله عن الابليكيشن الخاص بالحالة. عرفت منه إنه كأنه فص ملح وداب، وإن الابليكيشن مش موجود ودي غلطته، وهيحاول يدور عليه مرة تانية. تملكت أعصابي تاني علشان ما اتعصبش على الممرض، وهو ممكن ما يكونش له ذنب، وطلبت منه يدور عليها بعناية، علشان الموقف ده هنحتاج فيه عناية الله. أكيد اللي بيحصل ده ما كانش صدفة.
صحيح آسر مشي من العيادة وهو مطمن واليوم يبان خلص، لكن يومها خبط على باب عقلي حاجات كتيرة غامضة ومثيرة. انت طلعت لي منين بس يا آسر؟ لما سافرت سوهاج كل هدفي اني اساعد آسر في معرفة فك طلاسم الطيف، واساعد نفسي وداوي جرح ليا قديم. علشان كده ما كنتش متردد اني اسافر ومعايا الكتاب. لما سافرت البلد كان وحشني جدا. كنت بقالي كتير ما زرتش الصعيد. دخلت بيتنا، ريحة البيت بتفكرني بكل ذكرى حلوة. دخلت أوضة أخويا بس لقيتها مش مترتبة كالعادة، ورحت على أوضة بابا. شفت سجادة الصلاة موجودة في مكانها. كنت بحاول استغل الفرصة في اني افتكر كل حاجة حلوة كانت الدنيا واخداني عنها ونسيها. رجلي خدتني على المطبخ وافتكرت ست الكل امي واكلها اللي كان يفتح النفس. وحشتيني يا امي قوي. مالك واقف عندك بتعمل ايه؟ كانت الدنيا واخداني عنها ونسيها. وحشتيني يا امي قوي. مالك واقف عندك بتعمل ايه؟ اخويا جه من ورايا وطبطب على كتفي وقال لي كده. بصيت له وقلت له مفيش، بس المطبخ مش مترتب ليه؟ قال لي المطبخ مش مترتب ولا وحشتك ست الكل؟ ضحكت له وقلت له يعني ما وحشتكش انت كمان؟ ساعتها خدني من دراعي وقال لي وحشانا كلنا، يلا علشان تاكل لقمة وبعديها ترتاح. عرفني انه اتفاجئ ان انا جيت من القاهرة وان اوضتي محتاجة تترتب لانها مقفولة من فترة كبيرة، وهو هيرتبها عقبال ما اكل لقمة واخد دش من تراب السفر. سألته فين بابا لانه وحشني وعايز اسلم عليه واتكلم معاه. قال لي انه بيصلي الظهر في المسجد وشوية وهيجي. ساعتها فتح باب الشقة ودخل ابويا من الباب. اتفاجئ بيا وخدني في حضنه. كان وحشني الحضن ده قوي. قال لي اخيرا رجعت، افتكرت ان ليك بيت وعيلة. طيبت خاطره وقلت له انتم دايما في بالي يا ابويا وعمري ما نسيتكم ابدا، بس انت عارف مشاغل الدنيا. حضرنا الاكل واكلنا سوا ودخلت اخدت الدش التمام. كان ساعتها اخويا بينظف اوضتي. خرجت من الحمام على الاوضه على طول علشان اترمي على السرير. هل كان تعب؟ ونمت يومها نوم عميق. صحيت بالليل على صوت الموبايل بيرن ولقيت آسر هو اللي بيتصل. صحيت بالليل على صوت الموبايل بيرن ولقيت آسر هو اللي بيتصل.
كنت متردد الأول أرد عليه، لأنه أكيد هيسألني وسط الكلام عن الكتاب. خفت كمان يسألني عن شغلي في القافلة الطبية. حسيت إنه ممكن يكتشف إني مش في قافلة طبية أصلا، وخفت يحس إني بكدب عليه. لكن رديت عليه وعملت نفسي نعسان أكتر. اطمن عليا وعلى سفريتي للصعيد، وسألني هرجع إمتى للقاهرة علشان هو محتاج للكتاب. وسألني لو كنت سايب نسخة من مفتاح شقتي اللي في القاهرة مع حد، علشان يروح له وياخد مفتاح الشقة وياخد الكتاب من المكتبة. فعرفته إن مفيش نسخة تانية من مفتاح شقتي مع حد في القاهرة، وقلت له إني لسه صاحي من النوم ونعسان شوية، وطلبت منه يصبر لحد ما أرجع من السفر واروح معاه نجيب الكتاب سوا. قفل آسر المكالمة معايا، وكنت حاسس إنه متضايق نوعا ما، وأنا قفلت من نفسي وأنا بكدب عليه ومش عارف أقوله إزاي إن الكتاب معايا. الكدب فعلا لعنة، بتبتدي بحاجة صغيرة وبتكبر مع الوقت في كل مرة. يا ريتني أعرف أنهي اللعنة دي. كنت فاكر إن فترة أسبوع كافية لحل لغز الطيف، لكن شكل الموضوع محتاج وقت أكبر من كده. الكتاب اللي عايزه آسر معايا مش عارف أستفيد منه، ولا عارف هبدأ البحث منين. أنا كمان لحد دلوقتي معرفش آسر عايز الكتاب في إيه، ولا هيستخدمه إزاي. في حاجات غير قابلة للشرح، لكن أبدأ منين؟ ولا تخضع للعلوم. فقت يومها وقمت علشان أشوف هبدأ منين. الوقت بيخلص، ومهلة الأسبوع اللي مديها لنفسي في البحث بتخلص. الوقت فعلا مش في صالحي. فكرت بعقلانية وقلت إن لازم أخد فترة الأسبوع دي أجازة فعلا، لحسن آسر ممكن يجي في مرة ويلاقيني هناك. كان لازم كمان أدي الممرض اللي شغال معايا أجازة، لأن ممكن آسر يكلمه ويسأل عني. فكلمت الممرض وقلت له زي ما قلت لآسر إني مسافر في مأمورية شغل وهرجع بعد أسبوع. أقطع سفري وأروح العيادة مش هينفع، وهرجع بعد أسبوع. كنت لازم أختفي نهائيا الفترة دي علشان أقدر أكمل بحث وتدوير وانتهز فرصة وجود الكتاب الغريب ده معايا. وما كانش فيه أنسب من بيت العيلة أبعد فيه عن الأنظار. لأن الكتاب أغلبه رموز وأشكال ملهاش معنى. لكن أبدأ منين؟ قعدت أتنقل ما بين السرير والكرسي اللي جنب السرير، مرة قدام المراية ومرة عند باب الأوضة، بفرك هنا وهناك. رحت لشنطتي ودماغي شغالة في التفكير، وأخدت الكتاب. وكنت لازم أبدأ في البحث والتدوير، لكن أبدأ منين؟ قررت أبدأ من أكتر حاجة كانت محيراني، الحاجة اللي لسه بتحركني وتخليني عاوز أفهم وأعرف أكتر: الطيف. في حاجات مش بتتشرح، ومش مفهومة لحد دلوقتي بالعلم.
الطفل اللي شفته عندي في العيادة على شاشة الكاميرات. ما كنتش محتاج ارجع للفيديو اللي في العيادة لاني لسه فاكره لحد دلوقت، بالرغم من اني اخدت منه نسخة على الموبايل بتاعي قبل ما اسافر، والورقة كمان لسه معايا. لسه فاكر الطيف وهو بيتحرك بين الأوض في العيادة، وفاكر كويس شكل الورقة اللي مكتوب عليها الكلام، وازاي كانت متطربة ومصفرة لونها أصفر وقديمة. لسه فاكر شكل آسر لما شاف الفيديو وقرأ الكلام اللي في الورقة وهو معايا يوميها. يا ترى ايه المقصود بحاجات مش قابلة للشرح؟ الحاجات الغيبية يعني؟ الحاجات اللي بيسموها ما وراء الطبيعية؟ وليه لا تخضع للعلوم؟ إذا كانت العلوم نفسها يوم عن يوم بتتحدث وتتطور، فليه لا تخضع للعلوم؟ عملت زي ما كان بيعمل آسر، ودخلت على الإنترنت أدور أكتر وأعمل بحث عن الأمور ما وراء الطبيعية وارتباطها بالحاجات الغيبية. الصراحة كمية الكلام الفارغ اللي قريته تخلي أي حد عنده بربع جنيه ثقافة إنه يرجع. الأغلب كان بيفتي وبيربط الحكايات والأساطير باللي بيحصل أو حصل بالفعل، وفي كمان اللي العياذ بالله بيتنبأ باللي هيحصل. الغريب إن متابعين الأمور دي بالآلاف. المواقع اللي كنت بدور فيها كانت بتتباهى بعدد الزائرين للحاجات دي، وسايب عددهم يشوفوه باقي الزوار، وكانت الأعداد بتتزايد كل ساعة بل كل دقيقة. خايف أكون واحد منهم في المستقبل وتردد على المواقع دي، لكن ما باليد حيلة. محتاج أعرف وأتعمق أكتر في اللي ممكن يحصل أو اللي هيحصل بعدين. وأنا بدور وأكثف البحث أكتر، لقيت مقال بيتكلم عن الإنترنت المظلم، وإزاي الإنترنت اللي بنتعامل عليه يوميا في الغالب أقل بكتير من حجم التعاملات اللي بتحصل على الإنترنت المظلم. الإنترنت المظلم ده حقيقي مظلم، عتمة وحاجات ما تدخلش عقل، في بلاوي ما ينفعش نقرب منها ولا حتى نسمع عنها أو نشوفها، لكن ممكن يكون فيه إجابات. وأنا بدور وأكثف البحث أكتر، لقيت مقال بيتكلم عن الإنترنت المظلم، وإزاي الإنترنت اللي بنتعامل عليه يوميا في الغالب أقل بكتير من حجم التعاملات اللي بتحصل على الإنترنت المظلم. الإنترنت المظلم ده حقيقي مظلم، عتمة وحاجات ما تدخلش عقل، في بلاوي ما ينفعش نقرب منها ولا حتى نسمع عنها أو نشوفها، لكن ممكن يكون فيه إجابات. نزلت برامج تسمح بالتصفح على منصات الإنترنت المظلم، وبالفعل حاولت أدخل وأحاول أفهم أكتر. مش عارف جالي منين الشغف ده كله علشان أعرف. في الأغلب أنا شخص هادي ومش مستعجل على حاجة، لكن لهوجتي ولجاجتي الشخصية في إني أفهم أكتر ملهاش تفسير ليا أنا شخصيا لحد الوقت. مش عارف مالي، شكلي اتغيرت. وأنا بدور على الإنترنت دخلت على موقع بيتكلموا فيه عن الدجل والشعوذة، ولقيتهم بيتكلموا فيه إن ممكن أدفع فلوس وحد يتابع معايا، وكان الموقع بيعرض خدماته: إشي جلب حبيب، على قطع رزق، على جواز مشبوه، على معرفة الغيب. ومعرفة الغيب ده له أقسام، معمول له تسعيرة بالمدة، يعني لو عايز أعرف بكرة هيحصل إيه هيكون بسعر، ولو عايز أعرف بعد أسبوع مثلا هيكون بسعر تاني، ولو بعد سنة بسعر مختلف، وهكذا. طبعا أنا ما مشيتش ورا الخرافات دي، محدش يعرف الغيب إلا الله.
علشان كده دورت على حاجة تانية، ودخلت على صفحة من الصفحات اللي لقيت فيها كلام روحاني، كلام مقدس جاي من كتاب اسمه. الكتاب مكتوب بخط الإيد، كان صعب أقراه بسهولة، فقريت واحدة واحدة وعرفت إن اللي كنت بقراه ده حاجات عاملة زي شفرة، بمجرد إنك تقرأ وتعمل المكتوب يتحقق المراد. يمكن كمان الكتابين اللي لقاهم آسر يكونوا نفس الموضوع، بس الكتاب اللي معايا فيه طلاسم لا بتتقري ولا هي مفهومة. الأشكال اللي فيه دي وراها إيه؟ رجعت تاني للكتاب اللي لقيته على الإنترنت، اللي كنت بقراه بالصدفة، كان عن إزاي تنتقم من حد تعرفه. تقرأ كلام معين وتنزل قدام بيته وتخبط باب البيت يمين وشمال بشكل معين، وبعدها تشوف خراب البيت ده بعينك. كنت فاكر إن الكلام ده فارغ، لكن اللي حصل ما كانش على البال ولا على الخاطر. بعد ما قريت حبيت أتأكد فعلا في حاجات غيبية ممكن تحصل كده. الخرافات دي ممكن تكون حقيقية، ولو مش حقيقية ليه متابعينها بالآلاف؟ نزلت لما الدنيا ليلت أكتر والوقت قرب على 2 بالليل. رحت قدام بيت قريب من بيوت المنطقة، بيت عشوائي أنا معرفش مين ساكن فيه، وعملت زي ما الكتاب كان بيقول، ورجعت بيتنا مرة تانية، وأنا طبعا متأكد إن مفيش أي حاجة هتحصل أصلا، لأني لازلت مقتنع إن دي كلها خرافات وكلام فاضي. كملت تدوير وبحث على الإنترنت. مرحلة البحث عن الأمور الغيبية دي مرهقة جدا، والوقت كان بيتسرسب واحدة واحدة. ما كنتش بتحرك من قدام اللابتوب، هو بس مشوار البيت اللي رحته وعملت فيه الحوار بتاع الكتاب ده ورجعت. ووسط ما أنا بدور على النت لقيت صفحة بتقدم خدماتها، في حد بيتعاون مع الجن، مع الشياطين حرفيا، وأي حاجة تطلبها هتتعمل، وكل حاجة بمبلغ معين. لكن استغربت حاجة، إنك لو طلبت حاجة كويسة علشان تحصل هيكون تمنها بسيط مش غالي، أما بقى لو طلبت حاجة سوداوية أو وحشة لحد أو لشخص تاني هتلاقي تمنها كبير. خراب البيوت أغلى عند الناس، يعني لو حبيت تخرب بيت حد هتدفع فلوس أكتر، ولو كنت عايز تصلح بين شخصين أو أكتر هيكون تمن الخدمة مش كبير. اللي لفت انتباهي على الموقع ده إن طلبات خراب البيوت أكتر بكتير من طلبات الصلح والمودة بين الناس. لازلت مش مؤمن بالخرافات، وواثق إن الكلام ده أغلبه فتي وملوش أساس من الصحة، لكن ما باليد حيلة. دورت تاني على حاجات تساعدني أفك طلاسم الطيف، وفتحت صفحات الكتاب اللي معايا لحد ما دخل علينا أذان الفجر، وسمعت صوت باب أوضة بيتفتح، فقفلت بإيدي شاشة اللابتوب بسرعة وهو مفتوح، ورجعت على السرير علشان أعمل نفسي نايم. ما كنتش عايز أكلم حد يوميها علشان ما ادخلش في حكاوي هتعطلني في البحث عن الطيف. شديت غطا السرير عليا وعملت نفسي نايم. ما كنتش عارف إني هنام فعلا. نمت من التعب في البحث المكثف اللي كنت بعمله على النت. يا رب تكوني مصبحاني وراضية عني. وحشتيني قوي يا حبيبتي. فاكر كل حاجة كأنها لسه حاصلة امبارح.
ما كانش قصدي خالص. فكر كويس يا ابني. ما كنتش اقصد ازعلك. يا رب تكوني مسامحاني وراضية عني. ماتت؟ دي حياة كاملة، لازم تبقى عارف انت داخل على ايه فيها. الحق يا ابني. ماتت؟ ماتت بسبب غبائي، بسبب عنادي، بسبب عنادي. ماتت بحسرتها، لكن بعد فوات الأوان. صحيت على صوت خناقة كبيرة. خرجت في بلكونة البيت علشان أعرف الصوت العالي ده جاي منين، واتفاجئت إنه من البيت اللي أنا نزلت امبارح وعملت زي مكتب كان بيقول: